يا هلا بيكم. قبل ما نبدأ القصة الخطيرة دي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشاركوا الفيديو في كل مكان عشان المعلومة توصل للكل، وعلقوا برأيكم في الكومنتات. مين فينا ما بدأش مشروع أو عادة جديدة بكل حماس؟ بتصحى الصبح تقول النهاردة بداية جديدة، تشتري كتب وتخطط وتعمل جداول رهيبة، يوم اتنين تلاتة وبعدين تلاقي كل حاجة وقفت. الكتاب ده العادات الذرية بيكشف سر خطير بيضيع مستقبلنا. احنا فاكرين ان اخطر عادة هي اننا نفشل، بس الحقيقة الفشل جزء من الطريق. كلنا بنقع. اخطر عادة بجد هي انك تبدأ كل يوم حاجة جديدة من غير ما تكمل اي حاجة في يوم. انت مشكلتك مش في الانجاز، مشكلتك في الاستمرار. النجاح مش محتاج قفزة عملاقة، النجاح محتاج خطوة صغيرة كل يوم، خطوة ما تقفش، زي نقطة المية اللي بتخرم الحجر، مش بالقوة لكن بالتكرار. التركيز على عادة واحدة صغيرة وتكرارها يوميا هو سر بناء مستقبل ناجح، وده اللي بيبني مستقبلك ببطء وثبات. وهذا هو مفهوم عادات النجاح الحقيقي. استمر ولو ب5 دقايق بس، المهم إنك ما تقفش خالص. شاركنا في التعليقات إيه العادة اللي قررتوا تستمروا عليها من النهاردة. شكرا للمشاهدة، واستنوا الفيديو الجاي اللي هيكون مفيد جدا بإذن الله. سلام.